ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا اللي انا هقوله في الفيديو ده يعني ايه طريقة تفكيري او قناعتي او انا بفكر كده يعني. بس اللي ليه رأي مختلف يكتب لي في التعليقات، واللي شايف ان انا غلط عادي مفيش مشكلة يقول لي انا غلط، بس يقول لي انا غلط ليه. تمام. بصوا بقى انا هقول لكم حاجة. انا بحس ان ربنا بيعاقبني بس بشكل مختلف شوية، او مش انا مش مختلفة عن الناس، لا هو تفكيري هو اللي مختلف شوية. هفهمكم ازاي قصدي. بحس برضو ان ربنا بيكافئني بشكل مش اللي احنا فاهمينه. يعني كل الناس فاهمه ان ربنا بيعاقبها لما مثلا يحصل لها حادث سياره مثلا لا قدر الله، او في ناس بتقول لك لا ده قضاء وقدر ملوش عقاب، ملوش علاقه بالعقاب. آه يعني كل واحد فينا فاهم العقاب او المكافاه من ربنا معرفش حسب تفكيره هو. يعني انا هفهمكم اكتر. انا عايزه ابسط الصوره عشان اوضحها، يعني على قدر الامكان يعني افهمكم. يعني انا مثلا بحس ان ربنا بيعاقبني لما ده بالظبط هحكيه لكم بالظبط كده. لما اكون مثلا نايمه والاذان اذن بتاع الفجر مثلا، فيعني كسلت بقى وكده ومش عارفه ايه، ولا انا سقعانه مش قادره اقوم. المهم اجي اقوم بقى على الساعه 7 8 كده، خلاص صلاه الفجر خلاص كده، الاقي الميه قطعه. فافهم لا يعني هي عقاب خلاص يعني. اولا هتوضى بميه ساقعه متلجه لان في الحنفيه بنزلها ميه سخنه، بتوضى بميه سخنه. فلا اتوضي بقى بميه ساقعه من اللي هي في الخزان متخزنه. هتوضى بميه ساقعه متلجه. هكسل اكتر بقى عن الصلاه اساسا، يعني بحس ان ده عقاب من ربنا. خلاص ما مش انت ما كسلتي ما تصليش خلاص. اقاوم بقى يعني احاول بقى ان انا ايه خلاص، يعني اقاوم بقى واتوضى بميه ساقعه قوي عشان اقول له يا رب انا اسفه يعني استغفر الله يعني اللي انا عملته ده غلط وانا هرجع مثلا. بحس ان ربنا بيعاقبني مثلا لما اكون ماشيه في الشارع كده وفجاه اروح مبطوشه زي الجردل على وشي كده. يبقى انا عملت حاجه وانا ماشيه في الشارع، او عملت حاجه قبل ما اخرج من البيت. في ناس تقول لك ايه، لا ما كل الناس بتقع، ما كل الناس مش عارفه ما بتقطع عندها. انا فاهمه كده، انا دماغي كده وما بعرفش اغيرها، وهي انا كده يمكن انا الوحيده اللي بتعاقب بالطريقه دي ما اعرفش، بس هو انا بحس ان هو عقاب مش مجرد احساس، ده هي حسنه اكيد اكيد. مثلا انا قلت الموقف ده قبل كده. انا كنت ماشيه في الشارع في مره وبعدين شفت ست لابسه لبس كده مش قد كده، ففي بالي بقى وفي سري عماله اقول انت بنتقدها يعني. رحت واقعه على وشي كده في الشارع. فقمت بسرعه قلت استغفر الله العظيم يا رب، عشان انا انتقدتها. يعني انا اصح المفروض انا مالي. هي مثلا تشيل ذنبها بنفسها، انا مالي؟ انا ببص لها وانتقدها ليه؟ انا مالي؟ فانا مثلا لما حد من ولادي يعيا، يجيب درجه مش كويسه في الامتحان، يحصل له اي دروب، بسرعه بسرعه اراجع نفسي في حاجه حصل، انا عملت ايه؟ يلا قولي بسرعه، انتبهي، فكري افتكري انت عملتي ايه. ده عقاب. الناس كلها بتقول من اللي بيحصل لك ده بيحصل عند كل الناس، ومش معنى ان ده عقاب، مش معنى ان بيحصل حاجه وحشه تبقى عقاب. طب ما في ناس بتبقى لسه خارجه من الجامع، يعني لسه مصليه وفجاه تقع، تطلع من باب الجامع تقع مثلا. انا لو حصل لي كده ان انا لسه مصليه دلوقتي حالا، واول ما صليت حاجه حصلت لي وحشه، هقول في نفسي اما ان انا ما كنتش يعني مندمجه قوي في الصلاه او في خشوع بزياده، اما ان انا هقول بقى خلاص ده قضاء وقدر، يعني خلاص ده مش عقاب. بس غالبا انا بحسبها عقاب، انا بحسبها على نفسي كده عقاب. اي حاجه وحشه بتحصل لي بحس ان وراها حاجه، وغالبا ما بسترجع ذكرياتي، والذكريات ما بتبقاش بعيده على فكره، بتبقى يعني الحدث قريب اللي انا عملته، الحاجه الوحشه اللي انا عملتها بتبقى قريبه جدا. فاول ما بقول، اول ما بفكر كده بفهم انا عملت ايه، فبستغفر ربنا. في حاجه تانية بقى، ان احيانا صح ان الحاجات دي الحادث العيا اللي مش عارفه ايه ما بيبقاش عقاب. امتى بقى انا اتكلم عن نفسي، امتى انا احس ان هو مش عقاب وان هو مثلا اختبار للصبر مثلا من ربنا؟ لما انا ابقى راضيه قوي بالموضوع وبحس نازل على قلبي كده زي البرد كده، تلج كده، مش حاسه بوجعه. يعني لما يكون مثلا حد لا قدر الله تعب عندي، انا تعبت مش عارفه ايه، واحس ان ده اختبار من ربنا مش عقاب عن حاجه، لما ابقى راضيه بيها قوي. اما احس ان الحاجه المصيبه لا قدر الله، يعني لا قدر الله اللي حصلت دي، انا مستقبلاها باستقبال الاحبه، مش متضايقه. هنا بحس ان ده اختبار للصبر، وربنا مديني كمان صبر. يعني هو ربنا بعت لي البلاء بالصبر بتاعه، يعني انا مش متضايقه. هنا ما بحسه اما بيجي عندي خبر وحش، واحسه الاحساس ده اللي هو
احساس الراحه، مع ان الموضوع يبقى عند ناس تانية كبير بس انا مستقبلاه عادي كده. هنا بحس ان دوت مش عقاب، ده مش عقاب على حاجه عملتها، لا ده اختبار لصبر. ربنا بيحبني فمديني حاجه يعني اعلى بيها درجه. هو ده تفكيري، ومعرفش غير، ما بعرفش افكر غير كده. بحس بقى ان ربنا بيكافئني ازاي لما مثلا اكون بعمل حاجات كويسه، مثلا صلاه مثلا، اي حاجه يعني، واسمع خبر حلو او خبر انا منتظراه، او اكون ماشيه في موضوع والموضوع كان متعقد وفجاه اتفك كده واتحل وبقى زي الفل. هنا بحس المكافأة، بس برضو بحس ان المكافأة بسبب حاجة يعني. برضو بحس ان الله، ايه ده، هو ربنا سهل الموضوع ده كده، هو انا عملت ايه، سبحان الله يا ربي يعني. كذا يعني، انا ما اعرفش تفكيري صح ولا غلط، في شيء من الحرام الحرمانيه ولا لا، ما اعرفش. بس انا طول عمري ماشيه كده، مش طول عمري قوي يعني، انا زمان كنت دماغي دي في السبهلله خالص، كانت مهلبيه بالزبيب فعلا يعني، دماغي كانت كده. بس انا قصدي اقول ان الكام سنه الاخرانيين دولت، يعني نقول من 10 سنين كده، 10 12 15 مش فاكره بالظبط يعني، الاخاره دولت، انا دماغي بتفكر في كده، ان انا في حاجه حلوه حصلت لي ده آم، مكافأة من ربنا عشان كذا. في حاجة وحشة حصلت لي انا او ولادي، يبقى ده بسبب حاجة انا عملتها. والعقاب عندي درجات، والمكافأة درجات. يعني مثلا العقاب عندي ان انا مثلا فجأة اتلسع وانا بعمل في الاكل، اول ما اتلسع والحمد لله، استغفر الله العظيم يا رب انا عملت كذا، فده عقاب بسيط يعني. ان لا قدر الله حد من ولادي يعيا، ده عقاب اشد بالنسبة لي برضو. فاقول سامحني يا رب، انا استغفر الله العظيم انا عملت كذا. عقاب لا قدر الله اشد تاني ان كده يعني. فالعقاب غالبا برضو بالنسبه لي بيبقى على قد العمل اللي انا عملته. وبرضو ساعات بقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان العقاب انا باخده في الدنيا. يعني مش عارفه هو كده خلاص، ده كده بيخلص يعني. هل العقاب اللي انا باخده في الدنيا ده خلاص وان انا استغفر ده بيمحي الذنب ولا ايه؟ ربنا وحده الاعلم. بس الحمد لله ان بيجي في وقتها، والحمد لله كمان ان بيجي فعلا في وقتها. يعني مجرد ما اعمل الحاجه الوحشه على طول بسرعه اتعاقب، ما بتعاقبش مثلا بعد شهرين وثلاثه، لا، انا بتعاقب بسرعه جدا. وصدقوني ما اعرفش ليه. يعني اول ما اجيب سيره حد ابص الاقي خبر وحش سمعته، اول ما افكر في حاجه ابص الاقي حاجه. بصوا، وانا سرحانه مع نفسي في المطبخ، لو سرحت في حد وكنت متضايقه منه ومتغاظه، وابص الاقي نفسي اتلسعت من نار ولا حاجه. بصوا، العقاب عندي سريع، معرفش ليه. هل دي حاجه كويسه؟ انا بحس انها حاجه كويسه، ما اعرفش يعني، الله اعلم هي حاجه كويسه ولا لا، بس انا بحسها انها كويسه عشان بفوق في ساعتها ما بتمداش يعني. وعلى الاقل كمان عشان لما اجي استرجع انا بتعاقب ليه، ابقى فاهمه ليه، ما هو الحاجه مش بعيده، فذاكرتي ما بتلحقش تنسى يعني. بحس كمان ان العقاب، مش عارفه بالنسبه لي ولا بالنسبه للناس كلها، مش فاهمه بصراحه، ان الواحد، هتكلم عن الصلاه بالتحديد، اللي انا بحس اكتر حاجه بتعاقب عليها كل اول ما بتحصل. يعني انا مثلا قلت ايه، طب انا هصلي خلاص الظهر فاضل عليه مثلا نص ساعه، مش هلحق اتوضى واصلي، طب خليني اتوضى واصلي مع العصر. لازم يحصل حاجه، لا اصلي ظهر ولا اصلي عصر ولا اصلي مغرب ولا اصلي عشاء اليوم ده. طب انا هقول لكم على موقف، مش عارفه حكيته ولا قبل كده يعني، اصل انا بقى بنسى بقى. مره كنت تعبانه مش قادره وما نمتش، وخلاص عايزه انام وعايزه اصلي العشاء، ما صليتش العشاء. فقلت خلاص انا هنام وابقى اصلي بكره اتنين عشاء، يعني اللي عليا وبتاعت النهارده. قسما بالله ان انا بس اول ما نويت النيه دي، يعني ان انا هصلي بكره وانام النهارده بقى، انا مش قادره بس عيني ما غفلتش، ما نمتش، يا دوبك غمضت عيني بس ولسه ما روحتش في النوم. وحياة ربنا ان جالي تليفون ان انا يعني تعالي دلوقتي، رحت. بصوا بقى، مشيت من بيتي الليله دي كلها، فضلت صاحيه في المكان اللي انا رحت فيه لحد بكره، الظهر العصر المغرب العشاء، كل ده تاني يوم ما تصلاش. ولا ومش ما تصلاش وبس، هو انا نمت مطبقه اليوم التاني لحد بالليل، لحد ما بقيت والله العظيم انا فاكره ان اليوم التاني بالليل، من كتر ان انا صاحيه بقالي يومين ما نمتش، واصلا قبلها ما كنتش نايمه كويس.
اولا ما فيش صلاه بقى، خلاص انت مش عايزه تصلي، يلا عايزه تنامي نامي، طب بس وريني هتنامي ازاي. ما نمتش، طبقت، صحيت على بالليل بقى، كنت حاسه ان هيغمى عليا من كتر السهر، اعصابي سايبه جدا، مش قادره امسك اي حاجه، عندي اعصاب سايبه، مفيش اعصاب اصلا، عامله زي المسطوله، مش قادره اتكلم كده خالص. فقلت يا ربي ده كل ده انا عشان ما صليتش العشاء، ده انا كنت صليتها احسن لي، يعني النص ساعه اللي كنت هقضيها مثلا في الصلاه والوضوء وكنت نمت، ما كنتش هخرج واقضي طول الليل بره واقضي طول النهار بره واجي بالليل وابقى خلاص ميته. فانا فهمت ان ده عقاب، عشان بس قلت انا هنام ومش هصلي العشاء وخليها لبكره، وانا كنت ضامنه بكره دي، استغفر الله العظيم يا رب، انا مش ضامنه بكره. ففهمت لا ما تاجليش الصلاه، الميه هتقطع وهتتوضي بميه ساقعه متلجه، خلاص هتمشي بقى وهتخرجي وهتلاقي نفسك مش صلاه واحد اللي عليكي، لا اليوم كله التالت تاني يوم فوقيكي، يعني كل اليوم عليكي بقى صلي، يلا كله لو عارفه تصلي بقى صلي. أه، بحس ان يعني ايه، لو انت ما تشجعتش للقاء ربنا وجريت عليه اللي هو الصلاه يعني، خلاص انت مش بتجري على صلاه على ربنا عشان تقابله، ما هو الصلاه دي انك بتقابل ربنا، فانت مش بتجري عليه، فهو خلاص مش عايزك، طب خلاص ما تجريش، مش عايزك خلاص خليك يعني. سبحان الله، بحس ان ربنا بيقول كده، او يعني كده، انت مش عايز تيجي، طب ما تخليك مش عايزك، هقطع لك بقى الميه، خلاص ما انا مش عايزك، هخليك تخرج، هخليك تنسى، هخليك تتلهي، ضيوف تجيلك تاخد اليوم كله منك وما تقدر ما تعرفش، خلاص انت مش عايز تيجي، طب ما تجيش، خليك بقى. انك بقى تحاول بقدر الامكان، لا يا رب انا عايز اجيلك، لا يا رب انا عايز اصلي، هتوضى بقى بميه ساقعه وخلاص، مش مهم الضيوف اللي عندي بعد اذنكم وانا رايحه اصلي، مش مهم المشوار ده انا. فان انت بقى تجري بكل قلبك كده، تجري على ربنا وتروح تصلي، ربنا بقى يستقبلك تاني، ده قناعاتي وده تفكيري، واللي عايز يعارض يعارض، بس انا بفكر كده يعني. فتروح لربنا فيقول لك طب يعني خلاص، ربنا يسامحك بقى خلاص ويسهل لك بقى المواضيع بقى، المية السخنة تنزل من الحنفية والضيوف يمشوا والتليفونات تلاقي الدنيا راقت، والله العظيم خالص. وكان مرة حد، بص هقول لكم حاجة، معلش الفيديو طول شوية بس بجد يعني، كان زمان كنت بقول ايه، يعني ايام ما كانت دماغي يعني مهلبيه بالزبيب كده، كنت بقول ايه، هو الواحد في رمضان هيلحق يختم المصحف ويعمل اكل ويتفرج على التلفزيون، بص انا بقسم يومي بقى ايام المهلبيه بالزبيب يعني، ف فلاقي ايه ده، مش معقول هعمل كل ده في اليوم يعني، مش ممكن. فكنت اجي بقى ايه، اعمل اكل واتفرج على التلفزيون واصلي واجي المصحف اقرا منه 3 4 اجزاء، ده يعني ده دول، وابقى حاسه ان يوه ايه العسل والشجاعه دي، واحس ان عملت انجاز، وكنت حاسه ان اليوم بيجري. والناس يا جماعه اللي بتختم المصحف انتوا بتهزروا، لا يبقى انتوا ما بتعملوش اكل في البيت، ده المطبخ بياخد 3/4 اليوم، ايه يا جماعه انتوا بتختموا المصحف ازاي، انتوا بتصلوا ال5 صلوات، كنت بفوت صلوات يعني. فما بقول لكم كانت مهلبيه بالزبيب يعني، بس كان طعمها وحش. المهم، فكنت بقول مش ممكن اليوم قصير يا جماعه، مش انتوا بتعملوا الحاجات دي ازاي، اكيد في حاجه بتقع منكم. لما جيت ربنا بقى كرمني بالدماغ بقى، المهلبيه اترمت في الزباله وبقت دماغ بني ادمين يعني، لقيت ان انا بختم المصحف احيانا، يعني بختمه مره واحيانا مش يعني اختمه وارجع اقرا نصه تاني، يعني مثلا اقرا ال 30 جزء و15 جزء كمان، او مثلا 10 3 5 ايا كان يعني مثلا، او بختمه كله ماشي، ما بسيبش ولا صلاه. اصلا العشاء بروح اصلي التراويح في المسجد وده بياخد وقت طويل حتى، بعمل اكلي، بروق بيتي، ايه يا جماعه هو اليوم طولوه ولا اتمدد، ولا هو ينكمش مع البروده ويتمدد بالحراره، ايه ده. ففهمت ان الموضوع مش حكايه بقى انتوا بتعملوا ايه وانتوا بتنقصوا ايه، الموضوع فيك انت كشخص، انت لو عايز الدنيا هتتبسط قدامك وهتبقى جميله واليوم هيمط وهتعمل كل حاجه. انت لو حاسس ان الموضوع تقيل ويا نهار ابيض هقرا في اليوم ايه وهصلي ايه، ياه اليوم هيكش وغالبا مش تعمل حاجه، ولو انت مستثقل الموضوع فعلا هيبقى تقيل. لكن لما تبقى ناوي ومتشجع ويلا بص انا هختم المصحف وهصلي ومش مهم اي حاجه تانيه، تلاقي نفسك عملت 100 حاجه. ومره واحده قالت لي صاحبتي، بصوا لا انا هي بتقول لي يعني، بتقول لي بصي انا ايه الاول اعمل الاكل،
وبعدين ابقى اقرا ايه بعدين، يعني خلي القراءه مش لازم نختم المصحف، يعني هي ربنا مش هيعاقبنا لو ختمنا المصحف يعني، لو ما ختمناش المصحف او ما قراناش يعني عادي، المهم الصلاه والصوم مش عارفه ايه. قلت لها طب ابدأي يومك كده بانك تصلي وتقراي شويه، بلاش جزء كامل، اقراي شويه من المصحف وبعدين شوفي الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. جت قالت لي بعد كده تصدقي لما يعني جيت اصلي واقرا يعني تصلي وتقرا وتصلي وتقرا، قالت لي خلصت المصحف يعني ختمته، وقالت لي اليوم كان ماشي طبيعي، بل بالعكس كان كل سنه اليوم بحس انه قصير وبقرا بسرعه، بقرا بسرعه 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 عشان الحق اخلص واجري اقوم اعمل مش عارفه ايه واروح فين، حاسه انها في سباق. هي قالت لي انا كنت حاسه ان انا في سباق كده في اليوم، انما لما ابتديت اليوم اصلا وخلاص نويت ان انا خلاص السنه دي مع هي، بس هي انا قلت لها على حاجه، قلت لها بلاش تقري المصحف، يعني بلاش تقراي كله في يوم واحد، يعني مش المصحف كله، لو انت هتعمل لنفسك جزء في اليوم مثلا يعني ما تقراش الجزء كله في وقت واحد، لا بقرا بعد الفجر شويه وبعد الظهر شويه وبعد، بحس ان هو قليل والجزء بيعدي، ممكن اقرا جزئين في اليوم بالشكل ده اصلا، ما انا كل صلاه باخد بعديه شويه ربع كده ولا حاجه، فبلاقي الدنيا تمام زي الفل متسهله. فانا بقول بس يعني انا من ضمن عقاب ربنا ليا ان انا مثلا كنت مهلبيه بالزبيب، ان انا كنت حاسه اني مش هقدر اصوم وقصدي اصلي واقرا في المصحف واروح اصلي التراويح في المسجد واعمل اكل واشوف، لا لا مش معقول اليوم هيقضي كل ده يا جماعه، مش معقول. لكن لما نويت ان انا خلاص هصلي، ان انا لا خلاص المصحف هختمه، مش مهم اي حاجه تانية، انا عايزه اعيش حاله تانية، احس بحاجه انا ما حسيتهاش قبل كده، لقيت اليوم ممدود. وكنت باجي قبل الفطار اصلا بشويه، ده انا كنت زمان ايام ما كنت مهلبيه بالزبيب يعني، فكنت باجي قبل الفطار ابقى بجري في الشقه كده، الاكل ما خلصش مش عارفه ايه، ببقى عامله زي يعني المجنونه كده. لكن لما جيت بقى عشت الحاله بقى ان انا هقرا واصلي واعمل لقيت الدنيا متسهله، واصلا باجي قبل الفطار بحوالي ساعه قاعده كده، مش ورايا حاجه، مش ورايا حاجه خالص، قاعده. تخيل ان اليوم اتمد ازاي لدرجه ان انت بقى عندك اصلا كمان وقت فراغ، وبنام كتير وبصحى في وقت ما انا عايزه، واحس ان انا ايه ده. سوري على ان الفيديو طول، بس لان انا لما بتفتح ما بتصدش وانتوا عارفيني رغايه، بس انا قصدي اقول يعني ان الواحد لما ينوي بقلبه يقرب من ربنا، ربنا بيقربك ليا. وفي حديث طبعا كلنا عارفينه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ربنا قال، يعني ده حديث قدسي ان ربنا قال سبحانه وتعالى من تقرب ليا ذراعا، من تقرب ليا شبرا تقربت له ذراعا، ومن قرب ليا مشيا تقربت له هرولا، يعني انت هتقرب حاجه بسيطه ربنا يقرب ليك اكتر بمقدار اكتر من اللي انت قربت بيه. صدق رسول الله. انا مش عارفه الحديث بالظبط بس انا عارفه معناه، انك هتقرب من ربنا شويه ربنا يقرب منك اكتر، فانت بس انوي وقرب من ربنا تلاقي الدنيا اتسهلت لك وكل حاجه كده دفعتك لقدام وودتك يعني قربتك، وده طبعا من تدابير ربنا. لكن هتكسل هتلاقيك نفسك رجعت خطوتين ثلاثه ورا، 10 20 30 وهكذا. لازم تفهم ان اي حاجه بتحصل لك اما انها عقاب من ربنا اما انها اختبار للصبر. تفهم منين انها عقاب ولا اختبار؟ لو كانت عقاب انها المتك، لو كانت اختبار للصبر ان انت رضيت بيها. ده رايي مش راي شيخ، لا انا ما اعرفش، انا بتكلم عن نفسي انا بحسها كده. افهم منين انها اختبار للصبر؟ ان انا ارضى بيها واحس انها نازله على قلبي هاديه بارده، مع انها كبيره والناس اللي قدامي هم شايفينها كبيره لكن انا مش هشوفها زيهم، انا شايفاها حاجه تانية. ده كده اختبار للصبر مش عقاب من ربنا. الله اعلى واعلم على كلامي، ما حدش ياخد كلامي على انه فتوى ولا اني شيخ وبفتي، ما فيش خالص، انا بتكلم كلام عشوائي اللي انا حاسه بيه لنفسي فقط لا غير، ليس الا. والله اعلى واعلم بكل شيء، ربنا وحده الاعلم. انا اسفه على ان الفيديو طول، ربنا يهدينا ويهديكم جميعا ويحفظ لي اولادي واولادكم جميعا من كل سوء ومن كل شر. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.